اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم الناس الكل على قناة فوفا كويزين. اليوم باش نشارك معاكم التارت وإلا الكيش اللي وعدتكم بها من الفيديو السابق. قلت لكم باش نشاركها معاكم بالتفصيل. العجينة الحشوة ديجا شاركته معاكم وباش نوريكم كيفاش عملتها المرة هذه المرة الثانية. ديجا اللي وريته لكم هذيك ما صورتهاش، باش نصور لكم لهنا بالتفصيل. بالنسبة للمقادير متاع الكيش باش ناخذ 2 كيسين فارينة، عليهم نص كيس زيت، نحط مغرفة صغيرة سكر باش تجيني العجينة حمراء، وباش نحط مغرفة صغيرة ملح، ومغرفة صغيرة خميرة متاع جاتو، تقريبا شطر باكو متاع 7 جرام نحطو الشطر متاعو. نركض لهنا عظمة هكا على شوية على جنب، جست شوية بركة نحركها بالمغرفة. نجمو تحطوا لها مغرفتين ماء غادي كتحركوها بهم، والا باش نضيف الماء كما تراو في الفيديو. باش نبسس لهنا الفارينة متاعي مليح مليح بالزيت هذاك، نص كيس زيت، ما تعملوش اكثر من نص كيس. نفس الكيس تكيلوا بيه الفارينة هو بيدو كيلوا بيه الزيت. زيت راهو زيت عادي، وتنجموا تحطوا شوية معاه زيت زيتونة، ما تكثروش باش ما تجيش قوية. لهنا باش نحط العظم متاعي واللم لمين بالسوابع كما تراو، اللم لمين ما نعجنوهاش العجينة هذيا، لم هكا بسوابعي. وباش نحط الماء بشوية بشوية، نضيف الماء راهي ما تستحقش برشا ماء. شوفوا لهنا حطيت شوية ماء المرة هذه، اللم بسوابعي. بالطبيعة انتي والفارينة، فما فارينة تشرب وفارينة فيسع ما تحطوش برشا ماء. نزيد لهنا المرة الثانية، وباش نزيد المرة الثالثة تقريبا حطيت ما أكثرش من 10 مغارف ماء، 12 مغرفة ماء مش أكثر. راهو دوب ما تتلم العجينة، نتحصل على العجينة الطرية ماهيش تلصق لكن طرية. باش نلفها بالسلوفان ونخليها ترتاح على الأقل نص ساعة باش تعاوني بعد باش تحل وتكون سهلة. بالنسبة للحشو شاركت معاكم المرة اللي فاتت اللي قعد لي معناتها الدجاج اللي طيبته بالبصل، هذا عملته بليش بصل خاطر مزروبة في الليل، جوست باش نعملها للعشاء معناتها بزربة. اخر وقت ظهر لي باش نصورها، ما عملتش البصل، حطيت فلفل اكحل وملح وكركم، شويه زيت وشويه تابل وكرويه. لهنا برشت تقريبا 3 سنون ثوم. المره اللي فاتت ذبلت البصل وجيت بنينه على الاخر، انتم اعملوها بالبصل راهي تجيب البصل زاد بنينه على الاخر. باش نحط شويه ماء جوست يطيب الزدر متاعي متاع الدجاج. لهنا بعد ما يطيب باش نطفي عليه ونحطه على جنب، وباش نطيب الصوص بشاميل متاعي. نجموا تعملوا لحم مفروم، تعملوا طن اذا كان ما عندكمش، تنجموا تعملوا باي حشو، اما الحشو هذايا راهو بنين وتقنع على الاخر. عاد تنجموا تعملوها هذه عشاء مع سلطه مع حاجه جاريه تكفي وتوفي. باش نحط لهنا مغرفه كبيره مليانه زبده، عليها مغرفه كبيره مليانه فارينه، والا 2 مغارف صغار و2 مغارف صغار خاطر انا المغرفه هذيك الصغيره. باش نحط عليهم تقريبا نصف إيتر حليب أقل شوية. أنا عيني لهنا ميزاني، انتم تحطوا تقريبا كيس ونص حليب هكاك. وقت اللي تطيب لي البشاميل متاعي وتبدا باش تعقد، حطيت لهنا انا جوز الطيب بالطبيعة اذا كان عندك، اذا كنت تحب تحطها شويه ملح، نحط شويه فلفل اكحل زاده باش نحطوا انا بعد الفلفل الاكحل. لهنا ما عندكش جبن مرحي، انا عندي لهنا شويه جرانا بطانه حطيتهم تقريبا 25 جرام. تحط 3 جبن، 3 توابع جبن راهي تجي بنينه على الاخر بالجبن التوابع. المره اللي فاتت انا عملتها راني بجبن التوابع، المره هذه ما عنديش جبن التوابع، عملت باللي عندي. وباش نمشي للباط متاعي بعد ما ارتاحت سهله على الاخر. تاخذوا ساشي متاع اللحم نظيفه تقصوها ساشي نظيفه وتحلوا عليها العجينه متاعكم اذا كان ما عندكمش ورق الطبخ، خاطر ورق الطبخ يظهر لي غالي شويه. تحلوا عليه العجينه، شوفوا تتحل بكل سهوله ما تتلصقش، حتى كي نعدي عليها القلقال شفتوها تتلصق حطوا عليها ساشي اخرى والا ورق طبخ ورقه اخرى من فوق باش تجيكم مرتوبه وما تلصق لكمش في القلقال. بالنسبة للمولي باش تعملوا فيه، إذا كان تعرفوه يلصق ادهنوه بشوية زيت، ما تكثروش خاطر ديجا العجينة فيها الزيت، معناتها العجينة مبسة ما تستحقش. أنا ذي طيبت فيه برشا مرات ما شدليش، حتى طيبت في البلار ما تشدش على خاطر العجينة ديجا مبسة. انتو ما عندكم شك في الطبق متاعكم ادهنوه بشوية زيت. باش نحلها كما تراو على الكبر متاع الواحد متاعي هذاك الحكار متاع 2 كيسين فارينة يعملكم مول هكاكا بلار والا تيفال اللي عندكم الكبر هذاك باش تعرفوا العجينة قداش تكفيلكم.
نحلها هكا بشوية في الطبق متاعي، وكا الزايد الكل نحيه، وإذا كان فما بلاصة ناقصة نزيد نعبيها ونستويها كما تراو هكا بيدي. حاولوا المرة ذي أنا عملت الأحراف هكا جويدين، المرة اللي فاتت في الفيديو السابق أخشن شوية عملتهم. انتم لكم الاختيار، نجموا تنقصوا من العجينة، تنجموا تخلوا الجناب خشان شوي، تنزلوا عليهم باش تفورم هكاكا، ومن بعد تردوا بالكم ما تقصوهاش وهي سخونة، تخليوها تبرد شوية ومن بعد تقصوها بالسياسة. بعد ما نكمل نستويها كما تراو باش نقبها بالفرشيطة باش ما تتنفخليش العجينة وتطيبلي وتجي كلها طايبة من داخل، ما تجينيش معجنة. بالطبيعة أنا كنت سخنت الفور على 180 درجة، ديجا الفور يلزم يكون سخون. لهنا بالنسبة للخليط هذاك أنا باش نحط 2 مغارف لهنا بان، عندك كريم شانتيه حط قلت كريم شانتيه، عندك كريم فريش حط كريم فريش، ما عندكش ما تحطش. أنا هكاكا حبيت نحطها باش يقعد لي الحشو طري، هو بالبيشاميل راهو يقعد طري. حطيت شوية ملح وفلفل أكحل وحطيت كعبتين عظم نخلط معاهم البيشاميل. علاش نحطوا العظم؟ باش البيشاميل تولي خفيفة وتتنفخلنا التارت متاعنا ولا الكيش متاعنا يتنفخلنا، خاطر البيشاميل رزينة شوية يلزمها العظم باش تنفخ وتجينا خفيفة. نحطها نخلطها مع الدجاج اللي حطيته. اذا كان قلت لكم عندكم زيت اللحمة مفروم تنجموا تحطوا اللحمة مفروم. لهنا باش نحط مغرفتين البانة هذيك المالحة، ما عندكمش حطوا جبن توابة، حطوا اي نوع جبن عندكم وتنجموا تستغنيوا عليها المرحلة هذيك. راني المرة اللي فاتت انا ما حطيتش فيها البانة هذيك، البانة المالحة ما حطيتهاش كيما الكريم فريش متاعنا. حطيت كان 3 جبن توابة، ما حطيتش حتى جبن المرحي هذاك في الاخر بالكل حطيته من الفوق. نخلط بالكدا كيما تراو هكا وباش نصبها في وسط الطارت متاعي ونحطها في الفور. جربوها وتذكروني تجي بنينة وتقنع، حاجة سهلة ما هيش مكلفة برشا. معناتها إذا كان يبدأ طيب كما وريتكم في الفيديو اللي فات حاجة هكا بالزر دجاج تنحيو شوية على جنب، تعملوا دجاجة روتي يقعد لكم هكا الزر متاع الدجاج تنجموا تستغلوه هذا من غير ما تطيبوا بالذمة. معناتها حاجة بالحق تحل مشكلة، خاصة كي تبدأ عندك حاجة جيرية تحب تزيد معاها حاجة زيادة. وإذا كان العائلة ماهيش كبيرة تنجموا تعملوها عشاء مع سلطة بنينة راهي وتقنع على الاخر، الترونش راهو يقنع خاطر فيه البيشاميل. لهنا خذيت شوية موتزاريلا ربيتها من فوق، نجموا تحطوا شوية جبن هذاك مخلط جريير رابي اللي عندكم تحطوه هكا من فوق. كملت تقريبا مغرفتين هكا جرانا بادانا من الفوق، اختياري راه. وباش نحطها تيب كما قلت لكم في الفور اللي كنت سخنته على 180 درجة، باش نحطها تيب في الوسط. اذا كان الفور متاعكم مروحة بعد ما تشوفوا الاحراف متاعها بدات تحمر حطوها في قاع الفور. اذا كان الفور مروحة تعرفوا ما يحرق لكمش من اللوطة باش تاكدوا لي العجينة اللوطانية طابت كومبليتمون. اذا كان تعرفوا الفور متاعكم ماهوش مروحة يطيب يعني فورة كهو بلاش مروحة، ردوا بالكم تحطوها في القاع تحرق لكم، حطوها فوق يعني في الوسط التيب من فوق ومن اللوطة. بالطبيعة إذا كان البيركس متاعكم ولا الفورمة متاعكم باللار طلوا عليها من اللوطة تشوفوها حمارت تخرجوها. شوفوا كيفاش تطيب بنة بنة ما نحكي لكمش، البات بنينة على الاخر وفيها قد قرميشة. هذه اللي عملتها المرة هذه إبليش بصل صورتها لكم بالتفصيل، وهذه متاع الفيديو السابق اللي عملتها بالصوص متاع البصل وحطيت فيها ورق الرند. زاد كيف جيتها هاي الحراف أخشن شوية من الأخرى وبنينة كيف بنة ما نحكي لكمش. جربوها وتفكروني، وإذا كان عجبتكم بالطبيعة الوصفة ما تنسونيش بجيم، ما تنسوش تخليوا لي كومنتير، ومبقالي كي باش نقولكم نتقابلوا في فيديو آخر إن شاء الله وبسلامة.